اهلا بكم. مدرب دحيح وبيذاكر وما بيظهرش الكلام ده غير داخل الملعب فقط، داخل الملعب وبس. تقول لي ازاي؟ هقول لك. قبل ما اقول لك ازاي لازم تبقى عارف احد اهم عناصر القوه داخل تيم النادي الاهلي العظيم داخل المستطيل. انا كجمهور زملكاوي الا واخاف منهم امام والشحات. امام والشحات خارج المستطيل بعد الجمهور الداعم في المقام الاول هو مارسيل كولر السويسري. ما بيظهرش الراجل، ما بيظهرش على وشه اي ملامح قلق نهائيا نهائيا، لانه عارف ان في ظهره اكتر من 20 لاعب رجاله ومقدرين قيمه التيشيرت واقفين في ظهره. مش كده كمان، لا ده شايفينه مثل اعلى ليهم وبيقتضوا بيه وبيتمثلوا بيه. فالراجل دايما بيظهر قدامهم ان هو حكيم وهادي ورزين ومرح وخفيف الظل، وسبحان الله مش شايل هم حاجه ولا عايل هم حاجه ايا كنا بنقابل مين. مش كده كمان وبس، لا ده مارسيل كولر كمان في تصريحاته بيتسم بالهدوء والحكمه والرزانه، وكمان فنان في امتصاص الضغوط. شغله الشاغل ايه يا باشا؟ شغله الشاغل حاجه مهمه، خلق بيئه نفسيه صحيه هدفها الاستمتاع اولا. ايمانا منه ان وجد الاستمتاع خلاص يا باشا سيرتفع النسق، سيرتفع النسق ويرتفع الاداء. ويا ويلنا لو ارتفع الاداء، ان شاء الله باذن الله مش هيرتفع، فاغشيناهم فهم لا يبصرون. عموما الاهم بالنسبه لي ايه؟ المدرب لما يكون عنده اسلوبه الخاص وهادي ومش كده كمان، لا وبيتسم بالحكمه. احب اقول لك ان ده الليفل الاعلى لاي مدرب يتمنى انه يتمثل بالصفات دي. في مواجهه مين؟ في مواجهه زمالك جوميز، زمالك حسين لبيب المحترم، الاداره الخلوقه. زمالك جوميز في الماتشات اللي فاتت طبيعي ان احنا ما ينفعش نحكم على مدرب قعد مع التيم فتره قليله، وطبيعي مش عايزين الزمالك دلوقتي هو في مرحله بناء، في مرحله بناء. لا قدر الله لا قدر الله في حاله الخساره مش عايزين نهد الكيان. الموضوع ابسط مما نتخيل. ازاي؟ الاهلي مستقر اداريا وفنيا وخططيا في مواجهه الزمالك. الزمالك عائد من جديد، ولكن ده ماتش واحد، ماتشات الكاس وارد جدا الزمالك يكسب الاهلي، ومش هقول لك مرتاح، لا هو صعب ان احنا نكسب مرتاح لان الاهلي في استقرار. اللي مرتاح هو الاهلي، سهل يكسب الزمالك مرتاح بس ان شاء الله مش هتحصل. ولكن حابب اقول لك ان وارد جدا الزمالك يكسب الاهلي بكره والاهلي ما يكونش في يومه، لان ماتش واحد مش بطوله كبيره زي الدوري العام. صعب تكسبها حتى في ظل فرق الابناط اللي هو مش كبير ولسه اساسا في مرحله البدايات. ولكن مش عايزين نخش في الدوري. عايز اقول لك ان احنا ما نهدش المعبد في حاله خساره الزمالك النهارده بمشيئه الله. وارد جدا الانتصار. زمالك جوميز الفتره الاخيره اتسم بثلاث حاجات مهمين. الاولى وهي الاسترجاع السريع للكره عن طريق الضغط على حامل الكره. الزمالك بيضغط على حامل الكره، انا مش عارف هيقدر يعملها مع الاهلي ولا لا، ولكن دي حاجه كويسه مع زمالك جوميز. جوزيه جوميز بيعمل ايه كمان؟ لا يا باشا عامل حاجه كويسه، ان هو متزن دفاعيا، التوازن الدفاعي اثناء الهجوم تحديدا، ودي نقطه فيصليه مهمه جدا في الماتش بكره بمشيئه الله. عموما الحاجه المهمه بالنسبه لي ان الاداء الفتره الاخيره مع بعض العناصر اللي دخلت اداء كويس، اداء جيد، اداء فني محترم في بعض العناصر المحترمه. وانا من هنا بحب اقول ان شاء الله بمشيئه الرحمن لازم الزمالك يبدا بعواد، لازم الزمالك يبدا بفتوح، لازم يبدا بعمر جابر، لازم بيبدا حسام عبد المجيد والمسلوسي كقلبي الدفاع، ولازم يبدا بدونجا وشحاته. ده لازم يبدا بدونجا وشحاته. والنبي ابعد رؤى عن الماتش، سوقت عليك النبي ابعد رؤى عن الماتش. وعندنا عبد الله السعيد جوهره نادي الزمالك العظيم، وزيزو وناصر ماهر. واحنا ما عندناش مهاجمين بس نبدا بالجزيري. ان شاء الله بعون الله هنشوف ماتش كبير وماتش عظيم. انا كزملكاوي واثق في التيم لابعد درجه ممكنه. بس انا عايز اقول لك ان الثقه دي على طول في كل الماتشات حتى اللي بنتغلب فيها. انا مش عارف الثقه دي جايبها منين، ولكن في حته مهمه، الماتش بيقام في دوله الكبسه، ودي اهم نقطه بالنسبه لي والله العظيم، ودي فكره الفيديو من الاساس. الماتش بيقام في دوله الكبسه. بمعنى ايه في دوله الكبسه؟ بمعنى الناس اللي سخرت من النادي الاهلي العظيم في ماتش الاتي لما مسح بوشهم نجيله الاستاد في كاس عالم، الناس اللي سخرت من الزمالك في كاس لوسيل امام الهلال، الناس اللي بتتنمر على احمد حجازي من يومين، الناس دي كلها لازم نبان قدامها بتبادل الود والاحترام والمحبة بين أحد
احد قطبي، مش هقول لك كرة القدم المصرية، لا انا من وجهة نظر الشخصية الاهلي والزمالك هما احد اعرق الاندية في الوطن العربي باجمعه. ليه؟ ده ظهر من الاهلي والزمالك، ظهر في الزمالك والنصر، ظهر في ماتش الاهلي والهلال، ظهر في ماتشات كتير ان احنا افضل منهم بمراحل مهما يعملوا مشاريع، مهما يكون عندهم ماديات. العنصر البشري الرك كله عليه من وجهة نظر الشخصية. ولكن احب اقول لك انا كزملكاوي واثق في التيم، ولكن لو الاهلي كسب، لا قدر الله لا قدر الله لو الاهلي كسب، اطلع اقول مبروك لصاحبي واخويا وحبيبي الاهلاوي. دمتم في امان الله. اهلا بكم. الزمالك بنفس الاسماء القديمه مع مدرب محترم وجيد بيقدم شيء له علاقه بالكوره، تحديدا في الشوط الاول. استحواذ تام على مجريات الشوط الاول، استخلاص للكره بشكل جيد وبصوره ولا اروع، واهم شيء بالنسبه لي هو خلق فرص مؤكده للتسجيل امام فريق دفاعي وخارج ملعبك كمان. اعتقد ان الشوط الافضل للزمالك هذا الموسم. الزمالك بينتصر 2-1 على ابو سليم بهدفي ناصر منسي وبهدف لابو سليم لم يتخطى خط المرمى على الاطلاق. زمالك جوميز بيحقق الانتصار الاول عن طريق بوابه ابو سليم الليبي، الابيض بيضمن الصداره رسميا في مجموعته في كاس الكونفدراليه. لا خوف على الاطلاق على احمد السيد زيزو، كدمه بسيطه في انكل القدم ولا خوف عليه من 8 مارس 7 مساء امام العملاق النادي الاهلي بمشيئه الله. عموما من وجهة نظر الشخصية عمر جابر قدم ماتش محترم وعمل ماتش محترم في مكان مش مكانه. شابوه عمر جابر، زي ما بنتقده كتير لازم اديله حقه لما عمل ماتش كويس النهارده. شابوه عمر جابر. الحاجة المهمة بالنسبة لي محمد اشرف رؤى لا علاقة له بكرة القدم لا من قريب ولا من بعيد. ده الحكم اداله انذار في نص الملعب، راح للحكم قال له لا يا باشا مش انا والله العظيم. قال له لا ده السيد عبد الله نيمار هو اللي عمل الفاول. ونيمار اسخم واضل، راح للحكم قال له لا مش انا يا باشا ده رؤى هو اللي عمل الفاول. السيد عبد الله نيمار انا مش قادر احكم عليه لحد اللحظه دي. المصيبه الكبرى في سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري لا يصلح ان هو يكون مهاجم لتيم نادي الزمالك رقم 1 تحديدا، لا يصلح ان هو يكون المهاجم الاول لتيم نادي الزمالك. لازم يريح شويه، لازم يقعد دكه، لازم يعرف قيمه التيشيرت. من وجهه نظر الشخصيه ما ينفعش يكون مهاجم لتيم عنده جمهور كبير وعريق وجمهور ذواق وعايز بطولات، ما ينفعش يكون ده طموح جمهور نادي الزمالك العظيم. عموما موتيبا لاعب ملعب خماسي، كورته حلوه قوي، مشروع ايمن حفني جديد. ما تنساش انه مواليد 2001 يعني عنده 22 سنه، هيكون اضافه قويه لتيم نادي الزمالك بمشيئه الله. مش عايزين نحكم على جوميز من اول ماتش، صحيح من ماتش الاسماعيلي وانا شايف الزمالك فيه كام حاجه حلوه في الملعب، والنهارده اكد الكلام، ولكن مش عايزين نحكم على الراجل من البدايه، ولكن نقول مدرب محترم. بالنسبه لي انا شخصيا احمد حمدي من متابعتي ليه في الاهلي وفي الجونه وفي فتره احتراف بسيطه، اعتقد انه لاعب متنوع جدا، لاعب حريف قوي، لاعب على مستوى امتلاك الكره، لاعب خرافي على مستوى امتلاك الكره، لاعب عنده دقه في التمرير، دقه ولا اروع، ينقصه فقط العامل البدني. هيكون اضافه قويه جدا لخط وسط نادي الزمالك على بدايه تصحيح المسار بمشيئه الله، مع مجلس اداره محترم، مع مجلس اداره منتخب، ان شاء الله باذن الله زمالكنا على الطريق الصحيح بمشيئة الله. تحيا الحياة إذا كانت جوارك يا زمالك يا عظيم. أهلا بكم، كل عام وأنتم جميعا بألف خير. اللهم بلغنا رمضان. ليلة سقوط الكبار ليلة جامدة ما فيهاش أي تحفيل، بدون أي تحفيل نهائيا، لا تعيرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. في حاجة تدعو للغرابة كمشجع كورة، اي مدرب اجنبي ايا كانت جنسيته جاي عندنا مصر ومفكر نفسه بيخترع كرة قدم جديدة، يبقى مدرب مغفل، سوري في اللفظ، هيفشل مع اي تيم هيدربه ايا كان. كرة القدم ما فيهاش اي تأليف نهائيا، ما فيهاش تأليف نهائيا يا حبيبي. كرة القدم لعبة سهلة وبسيطة للغاية، ما ينفعش كل شوية تألف فيها، تمام؟ في خطوط حمراء ما ينفعش نتخطاها، في اساسيات للكره ما ينفعش نتعداها، ما ينفعش اساسا مركز حراسه المرمى. جوميز لعب ماتش واثنين وثلاثه واشدنا بيه، ولعب ماتش الاهلي رغم الخساره واشدنا بيه. مركز الحراسه ما فيهوش روتيشن، ما فيهوش تغيير، ما فيهوش تبديل، ما ينفعش فيه الكلام ده. ده بعيدا عن فكره محمد صبحي الفانيلا كبيره عليه وما ينفعش يبقى حارس مرمى نادي الزمالك، وبعيدا فكره ان هو ملوش علاقه بالكوره. انما ما ينفعش كل ماتش تلعب له واحد شكل. هكذا المدافع، ثبت خلاص عبد المجيد مع المسلوسي، مش كل مره تغير وتجيب لي عربيه نقل محمله صفار محمود علاء تلعبه. كان بيهب بيه في نص الملعب في الهدف الاول، ما تفهمش ولا تعرف، لان هو اساسا ما بيعرفش اي حاجه عن الكوره.
تعالى للمصيبه الاكبر، اشرف رؤى. انا خلاص انا قلت مش هتكلم عنه تاني، بس ده ما بيعرفش يعمل باص. ده الباص ما بيعرفش يعمله. بيعمل ايه في نص الملعب؟ انا افتكره مشي من الزمالك اساسا. ايه انا والله العظيم ما فاهم. الاغرب من كده ان محمد شحاته، على فكره اذا كنا عندنا صفقه ناصر ماهر رقم 1 في الزمالك، والصفقه اللي بعديها على طول احمد حمدي جاي في السكه، محمد شحاته مهم جدا زي الاثنين الاولانيين. عبد الله السعيد تحت ملوش اي لازمه لحد دلوقتي، هو كبير سنا فقط، انما اداء في الملعب لا، عبد الله مش موجود، مش موجود نهائيا لحد اللحظه دي. عموما محمد شحاته لاعب ممتاز، الاغرب استبعاده كل ماتش عن الثاني. انا مش فاهم لها ولا عارف لها اي مبرر نهائيا. مركز المهاجم نفس الكلام، ما ينفعش فيه كل ماتش تلعب لي واحد شكل، اذا كان الثلاثه اللي عندنا اصلا ما لهمش شكل ولا طعم ولا لون ولا ريحه ولا لهم لازمه. لا سامسون ولا الجزيري ولا حتى كمان ناصر منسي، الثلاثه ما لهمش لازمه، بس مش كل ماتش تلعب لي واحد جديد. احنا عايزين كجمهور نبقى قاعدين فاهمين وعارفين ان خلاص ده التركايه بتاعتنا. شيكابالا يتشقلب مع نفسه في الملعب، هي تلت ساعه، هي تلت ساعه اديها له. اباتشي على عينه والراس، اسطوره نادي الزمالك على عينه والراس، ما عندناش اي مشكله، ولكن هو خلاص في نيته اخره عشرينايه، اخره عشرينايه جوه الملعب ما فيش تاني. انما مش كل ماتش يلعب شيكابالا لحد ال 80 لحد ال 90. لو قعدنا نلعب 6 ايام ممكن يلعبهم شيكابالا، هو مش هيدي، وبيبقى طالع كمان شيكابالا في بعض الاحيان زعلان. هو اخره 20 دقيقه فقط لا غير. من وجهه نظري الشخصيه ان اجمل حاجه في اليوم النهارده هي القرعه بتاع كاس الكونفدراليه ودوري الابطال. تقول لي ازاي؟ وقبل ما اقول لك القرعه لازم انا اقول لك مهما حدث لا تتوقع السقوط. الاهلي بيتغلب من البنك الاهلي اللي جاي من انتصار 2-0 على الغريم الزمالك، واخد بطوله كاس مصر، بيتغلب 4-3 من البنك الاهلي. البنك الاهلي اساسا مش عايز اقول لك انه متزايل الدوري تقريبا في المركز ال 15. حاجه غريبه للغايه، علامه استفهام. اول مره اشوف كولر من ساعه ما مسك الاهلي بيفتي، اول مره عك كره وصريح النهارده، بيلعب لعيبه مش في اماكنها، علامه استفهام وتعجب على لعيبه كتيره في الاهلي النهارده. اجمل حاجه القرعه ليه اقول لك ان الزمالك اول حاجه مبدئيا هيلاعب فيوتشر، وده حاجه كويسه ان انت في رمضان مش هتطلع بره ولا تسافر. فيوتشر الماتش الاول في السلام على ارض فيوتشر 31 مارس و7 ابريل في القاهره، دي حاجه كويسه، ومش في سكتك كمان لا اتحاد العاصمه ولا كمان نهضه بركان، دي برضو حاجه كويسه للغايه. ليه كمان؟ الحاجه المهمه بالنسبه لي ان كل ماتشات الاياب هتطلع عوده، كل ماتشات الاياب في ربع نهائي والسيمي فاينال امام الملعب المالي، والماتش الفينال ان شاء الله في القاهره. كل الماتشات دي هتلعب هنا في القاهره، هنرجع هنا في القاهره، تطلع بره تعمل نتيجه كويسه ان شاء الله باذن الله وتيجي تفنش هنا. هكذا الاهلي. بس انا حابب اقول حاجه للاهلاويه، سيمبا اصعب للاهلي من وجهه نظر الشخصيه من الترجي ومازيمبي كمان. تقول لي ازاي؟ الفريق اللي بيلعب 3 عصرا وفريق منضبط تكتيكيا داخل المستطيل، فريق محترم للغايه. كل ماتشات الاهلي برضو ربع نهائي نصف نهائي النهائي كلها هتبقى العوده في القاهره، ودي حاجه ممتازه للقطبين. الاهلي طريقه مش فكره سالك ومش سالك، الاهلي بيعرف يلعب البطولات دي، وحتى لو ما لعبهاش وما اخدهاش الاهلي خلاص حتى لو ما لعبهاش وما اخدهاش بالنسبه لجمهوره هو فريق عظيم وفريق كبير وفرحهم دايما. ورغم ان الاهلي قدها وقدود، وانا واثق ان الاهلي ممكن يعملها ومرتاح وبدون ما يعرق كمان، حاجه في منتهى الغرابه. انما احنا بقى الزمالك لو ما اخدناش الكونفدراليه السنه دي ندور على اي حاجه نلعبها غير الكوره، الموضوع منتهي. اي حاجه تاني نلعبها غير الكوره الموضوع سهل ومفيش اسهل منه السنه دي. عايزين نروح لبطوله قاريه تاني. دمتم في امان الله.